بدافع الاحترام يختلفون نختلف. المقياس المعرفة والتفاهم، التقارب بين المسافات البعيدة. الأهم أن تنال. في المقهى الثقافي ربيع السيسي لإذكاء الحوار. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وأسعد الله المساء. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة والمقهى الثقافي. سيدتي وسادتي، في هذا البرنامج نناقش كافة القضايا ومختلف الآراء. وفي القاهرة عاصمة الثقافة العربية يحلو السهر، ولكن هنا معنا في المقهى الثقافي. سيداتي وسادتي، إن قاهرة المعز تشهد هذه الأيام مهرجانا قوميا وثقافيا وأدبيا كبيرا. إنه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 41. مستمعينا الأعزاء، في هذه الحلقة نستكمل اللقاء والشعراء الدكتور خالد البوهي، الأستاذ رضا عفيفي، الأستاذ محمد عليبة، ونبدأ معا مع هذه القصيدة التي تجسد الوحدة الوطنية والشاعر رضا عفيفي. كتبت حاجة جميلة بتقول: انت مصري مسلم ولا قبطي؟ ان كنت مسلم ولا قبطي اوعى تنسى ان انت مصري. كان محمد وهي عيسى بيبنوا مسجد جار كنيسة، شعب واحد فكر عصري، تختة واحدة جوه فصلي، واوعى تنسى ان انت مصري. والمحبة من زمان، والكل عايش في الامان، والقلوب عشق الايمان، صوت جرس وهي الاذان، والانجيل والقرآن دستور وحق للانسان. وهي فين الفرقة بينا؟ وربك قرب اللي بينا، لعمرنا على بعض هنا اخوات لو يوم زعلنا، وحب مصر سنين سكننا، وعلى اللي جاي ربك يعيننا، واوعى تنسى ان انت مصري. لو في يوم نادت بلدنا وقالت محتاجة لولادنا، لو مشينا او بعدنا من حنين القلب عدنا، والايمان والحب زادنا، والامل بيفوق حدودنا. وان كنت مسلم ولا قبطي اوعى تنسى ان انت مصري، اوعى تنسى ان انت مصري. الله، منتهى التعبير من الشاعر الجميل رضا عفيفي عن نسيج الأمة الوحدة الوطنية. وانت مصري مسلم ولا قبطي، يعني انا اذكر ايضا السادة المستمعين باننا كلنا اقباط، كلنا اقباط، لاننا كلنا مصريين. وحتى القبطي كانت تطلق على المصري بصرف النظر عن دينه، مسيحيا كان او مسلما. وفيها آراء كثيرة. البعض يقول بأن قبطي تعود إلى كلمة قفط، وهي إحدى مدن ومراكز محافظة قنا في صعيد مصر، مما يعني أننا كلنا في النهاية مصريين.